لا تنسوا الاشتراك واللايك والشير. هذه الأخت لولو هذه منزلة عني مقطع في تويتر، دخلت معايا أنا وأخوي إسماعيل عمراني ومنزلة عني مقطع وقاصة قاصة كل الردود حقتي. سؤال ليش يا لولو؟ ليش ما خليت ردودي؟ طيب لا من هنا ليش ما خليت الردود حقتي يا لولو؟ سؤال. أنا الآن بطلعك وابغاكي تقولي ليش بثرت المقطع حقي. تفضلي. لانه الذي يحبك يسبك. بدها تشوه صورتك لانه دقيقة خلونا نطلعها. تفضلي بس اعطوني السماعة. حمامة واذا نزلت المقطع كامل من غير ما اشيل شيء واذا نزلت المقطع يا حمامة من غير ما الصراخ حق اللي كان قاعد يصرخ ذا، تمام، ونزلته كامل في تويتر وانت ما جاوبت ولا جواب، ايش تسوي؟ الله يصلح لك بس يلا قولي تعتذر. طيب اسمعي لا وقف اسمعي انت الان حمامة اسمعي ما في اسمع ليش تكذب؟ انت ما جاوبت قسما بالله يا اخواني، قسما بالله كذاب وراح انزلها في تويتر، كذاب وراح قسما بالله يا اخواني سحلناها سحل السنين. حلو وطحناها. اسمعوني يا اخواني بس اعطوني فرصة. وطحناها وعريناها وخليناها تثبت ان محمد بن سلمان ملعون بنص النبي، لان احنا سألناها سؤال قلنا لها ليش هل بائع الخمر ملعون؟ فقالت هي نعم ملعون. وطبعا هذه كل اشياء قصقصتها. ليش يا صلاحية ما تنزل المقطع كامل والناس هم اللي بيحكموا؟ شوف الكذابة الان الكذابة الان ايش تقول انه المقطع فيه صياح وما صياح. ليش الكذب؟ ترى ما في احد ينصر معتقده بالكذب يا لولو. خلاص هو اذا كنتم شجعان اصبر زئبق بس. اذا كنتم شجعان يعني سووا زي ما احنا نسوي. احنا بثوثنا تشوفوها تنزل في اليوتيوب كامله من اول دقيقه لاخر دقيقه وما نخاف وننزل كل حتى السب والشتم واللعن والقذف كله ننزله. احنا ما نخاف، احنا اصحاب عقيده. لكن انت يا لولو انت شخصيه مع احترامي انت شخصيه ضعيفه جدا. أنا الآن مستعد أطلعك ونبدأ مناظرة أنا وياكي. هل تقبلي؟ الآن لك وقت ولي وقت وقدام الناس نشوف مين اللي حجته أقوى. مستعدة؟ يلا طلعها لي. بس بشرط يا صالح إن الفيديو ينزل اليوتيوب. إيه لا بنزله إحنا هذا. يلا تعال خليها تجي. على البث. أنا كنت معك عند إبراهيم. صوت واضح. لا لازم سماعة. تفضلي طلعها يا أبو فزاع. هو شوف يا محمد بناقص إذا صالح حمامة ركب السماعة في تجهز عشان اصبر يا زئبق حبيبي. الان انت المناظره قبل ما نبدا اسمعني لك دقيقه ولي دقيقه قبل ما تبدا انا الان سمعتك وقلت اللي تبيه. انا سالتك السؤال وعندي الفيديو، تبيني نشغل الان؟ تبي تجاوبني؟ انا اتحداك. شوفي طب دقيقه تحدي امام حمامه خلي الحوار بيننا. خلي الحوار بيننا. طب اسمعني مو بس اسمعك في كل مره تقول اسمعك. لا انا اتحداك تنزل المقطع كامل. تفضل اسمعني. يلا خليني اسالك السؤال الان وجاوبني. يلا انت ما جاوبتني. لا اصبر الان حدد الوقت. يلا جاوبني. يلا السؤال كان كالآتي يا جماعة. اسمعوا السؤال. حدد الوقت دقيقة. طب أقول السؤال وحدد الوقت عادي. خذ وقتك. بعطيك وقتك وما راح أقاطعك. اصبري بس نحط الوقت. ما في. أنا سؤالي أبي تجاوبني على سؤالي فقط. طيب الآن شوفوا يا إخواني. شوفوا هذا الوقت حلو. يلا الآن هي لها دقيقة وأنا لي دقيقة. أنا ما بحتاج دقيقة. سؤالي ما يحتاج دقيقة. لا شوفي عشان سؤالي كالآتي. عشان لا تقطعي. يا عمي ما حقاطعك يا حمامة. اسمع السؤال يا لولو اسمعيني. الآن نبدأ أنا وياك مناظرة دقيقة بدقيقة. حلو. يلا تنزل هذه المناظرة اسمع كاملة. السؤال. طب يلا اسمع السؤال. أنا أسوي ميوت إخواني وأعطيك. اسمع حط ميوت واسمع السؤال. الآن يا جماعة وش قال هل يا لولو بائع الخمر ملعون؟ قلت نعم ملعون. قال لي الوطنجية يلعنوا مين؟ يلعنوا ولي العهد. قلت لا. سؤالي لك يا حمامة، كيف واحد يقيم حد الخمر حدود الله طيب عندنا ومثبتة وفي نفس الوقت يبيع الخمر؟ يعني كيف أنا أبيع الخمر للشعب وأقيم عليهم حدود الله؟ يلا تفضل جاوبني. طيب يا إخوان هي أخذت 34 ثانية. تبي تكمل؟ عندك الوقت ترى.
أجاوب مع سؤال يلا. طيب شوف يا اخواني، انا اسوي لها ايقاف واسوي بدء الان من جديد، اعاده تعيين وابدا. يلا سوي ميوت ولا تقاطعيني في الدقيقه حقتي. طيب يا اخواني، اول حاجه هي قالت انه بائع الخمر ملعون. بائع الخمر ملعون، وهذا الحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم رواه النسائي وفي مسند الامام احمد وفي اغلب كتب السنه. حلو. والنبي يقول لعن الله الخمر وبائعها الى نهايه الحديث. فهي الآن أثبتت أنه بائع الخمر ملعون، وبهذا بنص النبي. والآن محمد بن سلمان باع الخمر في الرياض للدبلوماسيين، فإذا محمد بن سلمان ملعون بنص النبي على لسان لولو. اتفقنا يا إخواني؟ اتفقنا. محمد بن سلمان ملعون، هذه واحد بلسانها مو بلساني يا إخواني. هي قالت نعم بائع الخمر ملعون. أما بالنسبة للسؤال حقها فالأخت هذه مسكينة. والله يا إخواني ما في حدود تطبق في السعودية، ما في حدود. أنا كنت أودي ناس لمستشفى الأمل، وأنا جالس آخر 3 سنين في الدعوة إلى الله في السعودية، كنت أودي الناس وكنت أمشي، ما عاد فيه الحدود وما عاد تطبق الحدود، وهذا كله كلام كذب. بعدين سؤال عقلي عشان بس الوقت انتهى، شوفوا هذه دقيقة، سؤال عقلي، واحد يسمح بالخمر في الرياض بيطبق الحدود على الناس؟ تفضل يختلوا لك الوقت. أنت قلت الآن ما تطبق حدود الله، أعطيني إثباتك إنها ما تطبق. يلا تتنازلي على الوقت؟ أعطيني إثباتك لو سمحت، وقف الوقت، أعطيني إثباتك. يلا تتنازلي لك دقيقة. ما أتنازل، أعطيني إثباتك قبل ما خلص دقيقتك. لا أعطيني إثباتك، أنت قاعد تتكلم كلام فارغ. خلص دقيقتك هل تقام حدود الله؟ طيب أنا رح أرسل لأبو فزاع الآن. طيب شيء تشغله يا حمامة بأن صكوك حكم بأن تقام حدود الله من محاكم، وأيضا فيديو بأنه يقام حدود الله يا حمامة، ورح تشغلها. تمام؟ جاوب. لا جاوب، ما احنا نقعد كذا. خلص لك دقيقة. حتى لو خلصت يلا سوي ميوت. شغلها. لا تشغل الفيديو قبل إثباتات. ترسل لك أبو فزاع. تمام يلا ارسل لك أبو فزاع. يلا الآن سوي ميوت. شوفي يا أخت لولو، لك دقيقة، ما تسأليني، اسألي أسئلتك أنا جاوب في وقتي. حلو؟ نتفق من الآن. يلا هذه الآن دقيقة حقتي يا أخواني. الحدود كانت تطبق في السعودية قبل ما يجي الدب الداشر أبو سروالين، كانت تطبق نعم. حلو. ولكن الآن أقول لكم يا إخواني عقلا، هي تقول اثبت إنه ما تطبق الحدود عقلا. محمد سلمان جاي يبيع الخمر في السعودية، يعني بالله تتوقع في وقف. يعني شوفي، هو جوابين إحداهما مر، يا إنه محمد سلمان يبيع الخمر ويطبق الحدود، فهذه ضحك صراحة، أو إنه محمد بن سلمان يعني كيف واحد يجيب خمر كيف واحد يجيب خمر ويبيع ويطبق الحدود؟ يعني اقنعوني بالله هذه، انا بس ابغاكم تقنعوني. كيف واحد يبيع الخمر ويطبق الحد؟ يلعن الضحك. واحد يبيع الخمور للناس واذا شربوه يطبق الحد. غبيه انت، نكذب. الان سؤالي لك وجاوبيني. شوفي باقي لي 10 ثواني. جوابي لك، سؤالي لك وجاوبيني. هل محمد بن سلمان باع الخمر في الرياض ام لا؟ تفضلي. يلا هذا وقت انتهى. باع الخمر في الرياض، باعها في السفارات، والسفارات هي عبارة، ركز معايا ها، السفارات عبارة عن أراضي تخص الدولة اللي هي عليها السفارة. يعني كل دولة يا جاهل يا غبي، مثل ما قلت غبية يا جاهل، الآن كل سفارة الأرض هذه تكون ملك لمين؟ للدولة اللي عليها السفارة. هذه أول نقطة. ثاني نقطة لمعلوماتك، الشوب أو المحل اللي بيبيع فيه الخمر هذا أساسا في حي السفارات يا غبي. حي السفارات إيش فيه هي السفارات، ما يدخل المحل ولا يدخل المنطقة هذيك إلا أصحاب السفر اللي هم عندهم يعني شيء للسفارات، أو اللي موجودين هم المواطنين اللي تخدمهم السفارة حقت وطنهم. وين؟ أعطينا المحل اللي انفتح في الرياض مو في السفارات يبيع الخمر. يلا، لأنه يا أستاذ يا غبي، مثل ما قلت غبية، لو كان الخمر مباح ليش ينفتح واحد محل في حي السفارات فقط؟ ليش ما انفتح أكثر من محل وأكثر من فرع؟ طب ليش في الرياض طالما عندنا الخمر مباح في المملكة العربية السعودية كلها، ليش بس في الرياض؟ ليش ما انفتح في جدة؟ ليش ما انفتح في الدمام؟ لأنه هذا الشوب الوحيد اللي هو المحل يخدم كل السفارات. انت عارف ولا لا في المملكة يا غبي؟ فأنا سؤالي، لو عندنا مباح ليش ما عندنا بارات؟ طيب يعني بالعقل يا حمامة، بالمنطق. ولما تقول ما تقيم حدود الله، الآن راح أرسل تعرض الصكوك حقة المحاكم إنها تقام حدود الله. فأنت إنسان قاعد تسأل سؤال بغباء. وش السؤال اللي بغباء يا لولوة؟ واحد يقول يبيع وفي نفس الوقت يقيم الحد. ثاني نقطة،
كيف مباح عندنا الخمر ما عندنا بارات؟ المفروض انه في بارات نروح نشرب ونسكر المفروض. ثالث نقطة، ليش في محل واحد في حي السفارات اللي هو يخدم السفارات الأجنبية فقط؟ ليش ما فتح محلات؟ فتح عندك في جدة، فتح في الدمام، فتح في التحلية عندنا، فتح في البوليفارد. ليش يا حمامة؟ يلا قول لي. طيب شوفوا يا إخواني دقيقتين حكم، شوفوا يا إخواني دقيقتين وثانيتين الآن. أنا أخذ نفس الوقت، أنا ما قاطعتك، حلو؟ أنا أخذ نفس الوقت. طيب يا إخواني، أول حاجة قالت إنه هو محمد بن سلمان جاي يبيعها في السفارات. هي في حي السفارات، أنت تداركت الموضوع في الأخير، هو في حي السفارات للدبلوماسيين. نعم، أعطيني من الحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال إنه عادي تبيعوا الخمر للكفار أو الدبلوماسيين. هذه نبغاك تجيبين لنا إياها، لا تقاطع. ليش الحين ولا بعدين؟ شو لا فوقتك، لا تقاطع، لا تقاطعي. أنا أبغاك تجيبي لي دليل من النبي إنه قال النبي لا يجوز بيع الخمر إلا للمسلمين. خلاص، شوفي أنا بسؤال واحد سقطت كل أدلتك اللي جبتيها أنت. ثاني نقطة، باعها في السفارات، باعها في أمريكا، باعها للكفار في بريطانيا، باعها، مو شغلي. عفوا قطع. هل باع الخمر ولا لا؟ سؤال. لو باعها لبايدن ما لي شغل أنا. هل محمد بن سلمان باع الخمور لهم ولا لا؟ هل سهل أو أصدر قرار ببيع الخمور في السعودية سواء في، بعدين لما تقولي في السفارات، هذه السفارة هي الحالة اللي تكون هي للدولة، أما الحي كامل مو للدول الثانية يا أختي. افهمي الله يرحم أمك، يعني لا عقل لا منطق لا أسلوب لا دين لا أي شيء. أنتم الوطنجية وتبترون المقاطع. هذه الأخت بترت علي المقاطع في المحادثة اللي قبل، والآن جايين نفضحها بإذن الله. الآن سؤال، يعطيني من الدليل من النبي إنه قال يجوز البيع للدبلوماسيين. واحد. اثنين هل محمد بن سلمان باع الخمور ولا لا؟ تفضلي. للكفار والمسلمين باع ولا ما باع؟ تفضلي. شوفوا أنا دقيقة 35 ثانية ومتبرع وقتي لها. يلا اصبر نكملها ولا لا؟ يلا خلاص تنازلت وقتي لك. يلا بدأ. تمام. أول نقطة، أنت قاعد تقول بأنه يبيع الخمر. أنا سؤالي لك واضح ما جاوبتني. لو بيبيع الخمر ليش ما باعوا على مواطنينا؟ سؤالي واضح يا حمامة. ليش حنا ما نروح السوبر ماركت طيب ونلاقي خمر نشتريه؟ يلا قول لي ليش احنا ما يحق لنا ولا مسموح لنا ندخل هذا المحل؟ وحي السفارات يا جاهل انت يمكن شكلك ما رحت اتوقع، ما اعرف، بس عموما حي السفارات يا جاهل في السفارات كلها، وهذا الشوب اساسا احنا قايلين من اول وشارحين. والغاوي اللي انت تحلم فيه حسين الغاوي، اسد الوطنجيه اللي تسميه اسد الوطنجيه، تمام، اللي حقيقي مردغ وجهك تمردغ. اسمعني نزل مقطع وشرح ذا الموضوع وانت سمعته، وكل اللي انت رديت عليه كانت هرطقه، لانه وضح انه في بلاك ماركت يا عبيط. سؤالي لك طبعا انت الدقيقه لا السؤال معلش السؤال انت والعمه دي اللي حطيتها كان محس نفسك الان بتشجع الاهلي. دقيقه اسمعني ها. عسل تفضلي. سؤالي طبعا عسل غصبا عنك، سعوديه اكيد عسل. اسمعني انا راح اقول لك كلمه. شوف ليش احنا ما نقدر نشتري؟ طيب يلا انا راح اسلم جدلا معك كل اللي قلته. ليش انا الان ما اقدر اروح اشتري خمر؟ يلا اذا مسموح عندنا الخمر يباع، يلا ليش؟ خلصت. وشيء ثاني ترى ما يباع. معلش زيد لي نفسك يا حمامه مثل ما زدت يا اخي. انت ايش وراك؟ ما وراك شيء، فاضي، ما عندك شيء، ما عندك غير تفتح في محمد بن سلمان، هذه شغلتك. الزبده. سؤالي ليش انا ما نقدر نشتغل ما نقدر نشتري خمور؟ ثاني نقطة، مين قال لك انه هو اللي بيبيعها؟ لمعلوماتك احنا بتدخل بالجمارك بتدخل باسم مين؟ باسم السفارات، بان كل السفارات الان وحدت انهم يجيبوا الخمر من منطقة واحدة. تبي الدليل؟ اعطيك الدليل. تمام؟ يلا جاوبني. انا ليش ما اقدر اشتري؟ انا لول والسعودية ليش ما اقدر اشتري خمر؟ يلا. طيب هذه دقيقتين يا اختي، انا لي نفس الدقيقتين. طيب خذ دقيقتين ونص كمان. لا تقاطع عيد الوقت. خذ عشان حسين الغاوي صراحة ضغطك فتستاهل. خذ يلا. طيب يلا سوي ميوت. يلا شوفوا نبدأ. أول حاجة لا جاب الدليل على إنه النبي قال يجوز. شفتوا هربت يوم قلت لها الحديث، أعطوني من الحديث إنه النبي قال عادي تبيعوها للدبلوماسيين. هربت من الحديث، ولا كأني سألت هذا السؤال ولا اضطرته أصلا على لسانها، لأنه تعرف إنه هذا السؤال ما له جواب. واحد. اثنين، قلت هل محمد بن سلمان باع للدبلوماسيين لبايدن لأي أحد؟ باع ولا ما باع؟ قالت إنه لا، هو يجي وبترخيص مدري إيش مو باسمنا. يا أختي
الارض ارضكم والمصنع مصنعكم، انتم اللي فتحتوا المصنع في السعوديه، انتم فتحتوا مصنع. وصحيفه رويترز اعلنت هذا الكلام، وحسين الغاوي طلع اكد هذا الكلام. هذا اللي تقول لي اسد الوطنجيه. والله انا احمد الله سبحانه وتعالى انه هذول هم الوطنجيه. يعني دائما احمد الله يا اخواني انه هذول اعدائنا، حسين الغاوي والطقه دي. يمين بالله ناس تضحك اذا سمعت لهم، والله العظيم انتم تنصرونا. ترى انتم يا المدافعين عن محمد بن سلمان انتم قاعدين تنصرونا اقوى نصره، ترى لانه يبان الفرق في الغباء، ويبان الفرق في الثقافه والطرح والعلم، فضل من الله ومنا. وشوفوا ارقامنا وشوفوا ارقام الوطنجيه ذول اللي والله ما حد يعرفهم ورب الكعبه. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، جاوبي على السؤال. بعدين هي سالت سؤال، قالت ليش محمد سلمان ما يبيعها في البقالات؟ يا اختي بدايه الغيظ قطره. هذه البدايه وراح تباع في البقالات، والايام بيننا دول. والان سؤالي ما عليك في المسلمين او غير المسلمين، سؤالي هل محمد بن سلمان صرح او اعان على بيع المخدرات او بيع الخمور للكفار او المسلمين او الدبلوماسيين ايا ما كان؟ واحد، لا تشحن. واحد يا اخوان اصبروا بالله. اثنين، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوفي جاوبي على السؤال، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثنى الكفار من المسلمين في بيع الخمر في اللعن؟ تفضلي يا أختي جاوبي يلا. هذه أنا دقيقتين يا ابني. في إزعاج يا صالح، في إزعاج عندك. ما والله ما شوف يا صالح، اصبري يا اختي، اصبري. سامعني ولا مو سامعني؟ اصبري يلا الان نبدا الوقت. مسكين شيب من كثر ما هو معارض. حمامه كبرتي حمامه 10 سنوات يا حمامه. طيب اسمعني، راح اقول لك كلمه. اول كلمه، خلوني ما لكم شغل يا جماعه. ليش بيقاطعوا؟ قول لهم لا يقاطعوا يا حمام، خلينا نتناقش بكل رقي لو سمحت. تفضلي اختي. شكرا. انا الان راح ارد عليك طيب، واقول لك لا تاخذ كلمه اسد الوطنجيه أعداءنا وخونة أوطاننا أغبياء وتقول إنه إحنا أغبياء، تمام؟ فلا تقلد حسين الغاوي، لن تصبح حسين الغاوي، تمام؟ ثاني نقطة، أنت قلت بدليل. هل تعلم يا صالح حمامة بأن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يأخذ جزية، تمام، على الخمر في عهده، وكان فيه مشركين، ومن يتولى بيع الخمور وبيع لحم الخنزير في عهده كان أيضا المشركين. كان الشرط بأنه ما يبيعوها مسلمين للمشركين، اللي يبيعها مشرك للمشركين. هل تعلم ذلك ولا لا؟ ثاني سؤال سألتك إياه يا حمامة، قلت لك إذا إحنا عندنا تباع الخمور، أنت لما تقول يصدر قرار بأن تباع الخمور، ليش أنا لول والآن ما أقدر أروح أشتري خمر وأسكر؟ يلا ليش مو موجود عندنا في السوبر ماركت؟ لما قلت المشركين يجوز، أنا أعطيتك سيدنا عمر، لو سمحت أدخل الآن، وتبيني أرسل لك إياها الآن على أبو فزاع، أرسل لك إياها، بأن هناك جزية في الأشياء اللي يحرمها الإسلام. هل تعلم ذلك ولا لا؟ طبعا ما تعلم. طيب، حيث أن نختار سيدنا عمر أن تأخذ الجزية والعشر من أثمان الخمر أو غيره، وأن لا يتولى المسلمين بيعها. طب أنت عارف ده الشيء؟ لا طبعا مو بعارف. وكانت عشرا أو نصف عشر بالضبط، بالضبط للخمر والخنازير. أنا سؤالي لك، ليش سيدنا عمر كان يأخذ الجزية من هذا ومن المشركين على الخمور ولحم الخنزير، وما قال لا المشركين والله في أرضنا ما يأخذوا خمور؟ ليش؟ يلا جاوب، يلا جاوب، تفضل. الان وقتي يلا. لا سؤالي لو سمحت قبل ما تبدا، سؤالي ليش انا ما اقدر اشتري خمر؟ اذا انت قلت محمد بن سلمان ولي العهد، دقيقه ولي العهد، تجاوبني قبل ما تتكلم عن اي شيء. ليش انا لولو ولا اي مواطن سعودي ما يقدر؟ بدايه الغيث قطره، يلي تعلم الغيث. خلاص ما انت لا ما خلص، مو باقي لي نص دقيقه. لا دقيقتين ونص. دقيقه يا حمامه، دقيقتين ونص. لا معلش، علق نص المداخله الجايه دقيقتين ونص. علق يا حمامه، دقيقه علق دقيقة. ما سمعت ايش قلت؟ اقول اخذت دقيقتين ونص. ايش قلت يا الوقت دقيقة المفروض. جاوبني ولا تسوي. طيب يلا. لا تعلم الغيب، جاوبني الآن. طيب. وقتها نتصرف لما نزيد فيه بيع خمر. يلا. سوي موت. أول حاجة يا إخواني، قالت إني أنا أخذت كلام حسين الغاوي. والله حسين الغاوي هو اللي فشخها مني، وأنا أول ما تكلمت على حسين الغاوي طلع بعدها في مقطع خونة الأوطان وقال نفس كلامي كنت أقوله للشباب قبل كم يوم. فحسين الغاوي هذا قلود وإنسان ما عنده أي شخصية ولا كاريزما. أنا قلت الحمد لله اللي جعل هذول أعداءنا، وراح قال الحمد لله نفس الكلام. لك نسوي فيديو عنه. طبعا ليش تقاطع؟ يلا نعيد الوقت. شوف اللي قاطع نعيد الوقت. يلا شوفوا يا إخواني. الوقت.
طيب اول حاجه يا اخواني، اول حاجه طيب اول حاجه يا اخواني هربت من السؤالين، انا جاوبتها، قلت لها بدايه الغيث قطره، وسواء خليه ما يبيع للمسلمين، انا اقول لك محمد سلمان لا يبيع للمسلمين. هل بيعه للكفار يعني يطلعوا من الحديث حق النبي اللي قال لعن الله الخمر وبائعها وشاربها وحاملها والمحمول اليه الى نهايه الحديث؟ هل لو باع للكفار يخرج من هذا الحديث؟ اين الاستثناء في الحديث؟ يا لولو يرحم امك جاوبيني. الان هذه رابع خامس لا تقاطع، لا تقاطع. سيدنا بجيك في عمر بن الخطاب. شوفوا يا اخواني، هذه الكذابه الان انا اطلبك بالدليل. انت الان اتهمتي عمر بن الخطاب الفاروق انه ياخذ، انا ما فهمت القصه بالضبط لانه كنت مشغول هنا بالشاحن حق الجوال، فهل نبغاك توضح في المداخله الجايه، هل عمر بن الخطاب كان يبيع الخمور؟ انا ما فهمت والله يا اخواني، ما فهمت النقطه من جد. وثاني شيء نبغاك تجيب الدليل بالاسناد، يعني نبغاك تجيب الدليل بالاسناد، لانه في قصص التاريخ في كثير من القصص الموضوعه اللي ما فيها اسناد. حلو، فانت الان ابغاك تجيبي لي الدليل هذا بالاسناد. ثاني سؤال اللي سالتك وهربتي، هل محمد بن سلمان باع الخمر للكفار ولا لا؟ يا اختي ليش خايفه تقوليها؟ هل محمد سلمان باع ولا ما باع؟ للدبلوماسيين، لبايدن، للصهاينه، هل باع ولا ما باع؟ انت بس جاوبيني، يرحم امك يا اخت لولو. شوفوا انا اخذت دقيقه ونص وهي اخذت دقيقتين ونص، وانا متبرع بوقتي عشان بس تعرفوا مين صاحب العقيده القويه. تفضلي يا اختي جاوبيني على السؤالين واشرحي لنا قصه عمر بن الخطاب. لما تجاوبني على سؤالي، اذا تعترف الان تقول الخمور ما تباع في السعوديه وانما للدبلوماسيين عشان اقدر ارد عليك، تسحب كلامك. طيب تتركيني خلاص، انا اخذ دقيقه حقتي حق دقيقتين ونص، يلا سوي ميوت. تمام. طيب يا اخواني، انا من هذا المنبر، شوف قفلي، انا من هذا المنبر اقول انه محمد بن سلمان ما باع الخمور للسعوديين، وهذا الصح. والله سبحانه وتعالى يقول لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. ولكن هل بيعه للكفار يعفيه من اللعنه؟ يعني هل اذا باع محمد سلمان للكفار هذا يطلع انه ملعون بنص النبي؟ اعطيني الاستنباط من الحديث، او انه كيف خرج من الحديث، او يعني بنعرف من الحديث هذا كيف خرجت محمد سلمان انه يجوز بيع الكفار. حلو. انا اقول فعلا ما في السعوديه بارات الخمور، واحنا من يوم ما طلعنا عشان تعرفوا ان احنا ناس صادقين، طلعنا وقلنا انه هذه الاشياء للدبلوماسيين، وقلناها زي ما كان في الخبر. فاحنا ما نكذب على الناس يا اخت لولو. وانا ما ادعيت انه محمد سلمان يبيع الخمور للمسلمين، ولكن اقول هذه بدايه الغيث قطره، لان نحن نعرف ونقرا التاريخ ونقرا المستقبل، يعني لانه هذا انسان عدو الله والرسول. يعني جاب رقاص اشتم الله بتعجز عليه الخمور، هو وصل للشرك يعني والكفر والرده، ما بتعجز عليه الخمور. فسؤالي الان لك، هل محمد بن سلمان باع الخمور للكفار؟ السؤال الثاني، من فين جبتي انه اللي يبيع الخمور للكفار؟ من حديث النبي انه ما هو ملعون. تفضلي. تمام، يعني الان يبقى الجواب، وانا قلت له على سيدنا عمر، فراح اقرا له الان سيدنا عمر الحادثه اللي صارت، وسيدنا عمر الفاروق ادرى منك ومني ومن اي احد. فاذا انت شايف سيدنا عمر ملعون هذه مشكله عندك، لانه اللي صار الان نفس اللي صار في عهد سيدنا عمر. تمام، خذ عندك يا حمامه. عفوا قبل على موضوع حسين الغاوي، خلاص قفلها، ما راح نجيب عشان لا تتألم. طيب يا حمامه تمام حنكمل. طيب الان انت قاعد تتكلم، حط كتم يا حمامه. انا صراحه انا حطيت كتم، انت ما حطيت. تبشر بالجنه يا اخي. والله حمامه صراحه انت والله محترم في النقاش صراحه، يعني اكثر واحد من خونة الاوطان محترم. الله يهديك يا رب ويصلحك ويرجعك عند نادي الاهلي. ترى نادي الاهلي مبدع يا حمامه الان. طيب اوكي، الان سيدنا عمر، طيب حقرأ لك بالضبط اللي مكتوب عندي ايضا بالحادثه اللي صارت. اختار سيدنا عمر أن تأخذ الجزية والعشر من أثمان الخمر أو غيره، على أن لا يتولى المسلمين بيع ذلك، بأن يولون أهل الخمر والخنازير والميتة بيعها، ويقبضون منهم النسبة المطلوبة سواء كانت عشرا أو نصف عشر أو جزية، ويقع تقويم الخمر والخنازير كسلعة في باب المعشرات على يد أهل تلك التجارة لهذا الغرض. فروى أبو يوسف عن عمر بن شعيب أن أهل قوم من أهل الحرب وراء البحر كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه
دعنا ندخل أرضك تجارا وتعاشرنا. فشاور عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشاروا عليه به، فكانوا أول من عاشر أهل الحرب. وفي الكتاب المذكور أيضا: وإذ مر أهل الذمة على العاشر بخمر أو الخنازير قوم ذلك على أهل الذمة يقومه أهل الذمة ثم يأخذ منهم نصف العشر، وكذلك أهل الحرب إذ مروا بالخنازير والخمور فإن ذلك يقوم عليهم ثم يأخذ منهم العشر. سيدنا عمر عندك ملعون، سيدنا عمر عندك ملعون يا حمامة؟ جاوبني. طيب ما في سوي ميوت. الآن أخذت دقيقتين و12. حمامة أخذت دقيقتين و12. دقيقة أوضح بس واحد. يقول السند يا عبيط لما يكون حديث. أنا كلامي على الحادثة عندما كان خليفة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، كان في أهل الذمة اللي هم مين؟ اللي هم المشركين واللي هم من أصحاب يعني الدين الآخر. فقول لي سيدنا عمر، تبي الدليل أرسله أبو فزاع الآن تشوفه قبل ما تتكلم ولا لا؟ إيش رأيك؟ طيب الآن سؤالي لك حتى نفهم القصة. هل عمر بن الخطاب كان يبيعها في دول الإسلام والمسلمين؟ نعم أهل الحرب أهل الذمة ولا الحرب. هو قالوا له حتى اسمع إيش قلت. قالوا له بالحرف. اسمع ها. ايوه قالوا له ارسل سيدنا عمر: دعنا ندخل ارضك تجارا وتعاشرنا. فشاور عمر اصحاب رسول الله في ذلك، لانه احنا عندنا الشورى في الاسلام، فاشاروا عليه به، فكان اول من عاشر اهل الحرب والذمه. في الكتاب المذكور ايضا كان هذا الكتاب اللي ارسلوا لي اياه: واذ مر اهل الذمه على العاشر بخمر او خنازير قوم ذلك على أهل الذمة يقومون أهل الذمة ببيعه ثم يؤخذ منهم نصف العشر، وكذلك أهل الحرب إذا مروا بالخنازير بالخنازير والخمور فإن ذلك يقوم عليهم ثم يؤخذ منهم العشر. في جزية عليها كانوا يبيعوها في أرض المسلمين، واللي يبيعوها هم المشركين نفسهم يبيعوها على المشركين. الشرط إنه ما يبيعوها مسلمين. والنقطة السؤال الثاني سألتني، هو قلت لك ولي العهد ما بيستورد خمور. لما تقول انت مصنع، انت قلت مصنع وانت كذاب. ما حسين الغاوي ما قال مصنع، لا تكذب، ما قال مصنع. الان دقيقه، انت اخذت 5 دقائق. لا دقيقه، ذكرت نقطه ما جاوبتك عليها. قلت ان اخونا حسين الغاوي قال مصنع. لا تكذب. طلع الان المقطع، سمعنا قال مصنع. يلا طلع المقطع يلا. وتبيني انا اطلع الان؟ طيب ترى قدامي الجوال اطلعه. لا دقيقه، لا تكذب على حسين الغاوي، لا تكذب عليه، لا تكذب. إنه صرت تعوره يا ربي حمامة، يا ربي صرت إدنا تعوره. هو كان طبال في المدرجات، سبحان الله. رد علي، ليش تكذب على حسين الغاوي؟ خلصتي يلا. ليش تكذب على حسين الغاوي؟ طيب بجاوبك يلا تفضل. سوي ميوت الآن، وقتي انت أخذتي 4 دقائق وأكثر. طيب شوفوا يا إخواني، طيب أول حاجة هنا نقرأ، يقول: فذهب الحنيفية والمالكية والحنابلة والشافعية في قول إنه لا يجوز أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير إذا تولى الذمي بيعها. هذا إجماع المذاهب الأربعة. 1. 2. هذه القصة أنت يوم تقولي هذه القصة ما فيها سند، لا حبيبتي، حتى القصص هذه لازم تكون فيها سند، لازم. ففي أحيان أنا أقول لك لو نرجع للتاريخ في قصص موضوعة واجد، وفي قصص يعني تشيب لها الرأس كلها بدون سند، فلا يأخذون فيها العلماء أو يأخذون فيها الفقهاء. أنت ما تفهمي في العلم وفي الدرايات، مشكلتك ما تفهمي. الآن الأحكام الفقهية تأخذ من الأسانيد ومن الأقوال المسنودة الصحيحة الثابتة، ما نأخذ بقصص ما فيها سند أو قصص موضوعة. يمكن كانوا في ناس يكرهون عمر بن الخطاب، لفقوا على هذه القضية أو لفقوا على هذا الشيء وحطوها في كتب التاريخ. فلا نكذب يا أختي، حديث النبي واضح، حديث النبي مسند في كتب السنة: لعن الله الخمر وبائعها وشاريها وحاملها والمحمول إليه، إلى صنف 10 أنواع. فيا أختي الغالية لا تكذبي على عمر بن الخطاب وتشوهي السمعة. يكفيكم أنتم يعني أنكم جبتوا رقاص تشتم الله والأنبياء، فيعني لا تطلعوا لهذا الليفل، الله يرحم أمكم. يعني خلاص أنتم إذا قد يعني رضيتوا بشتم الله والأنبياء يعني بتيجي عليكم عمر بن الخطاب. طيب هذه بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية حقت حسين الغاوي هي تقول إني أنا ما قلت المصنع. أنا إيش قلت؟ لو ترجعوا الكلام المقطع هذا راح ينزل يوتيوب يا إخواني. أنا قلت إنه صحيفة رويترز أعلنت إنه السعودية افتتحت مصنع الخمور، وحسين الغاوي طلع أثبت هذا الكلام حق هذه الصحيفة. أنا ما قلت إنه هو قال مصنع، فلا تدلس علينا يا أختي الغالية وشوفي كل جواب تقولي إحنا نرد عليه. أما أنت وقعتي في كارثة الآن يوم قلت لك أنا أبشري، قلتي أبشر بالجنة. فيا أخواني يا حكومة سعودية، هذه الأخت لولو تدعي لمعارض خائن الوطن،
ها خارجي بالجنة، فشوفوا لكم حل معاه. طيب الآن سؤالي الآن اتركيك من القصص الموضوع اللي بدون أسانيد. الآن تعالي لي في حديث النبي، من أين أخرجتي أن بائع الخمر للكفار جائز؟ لا تجيني بقصص موضوع أو قصص من هنا ومن هنا وتكتبوا فيها على الناس. الله سبحانه وتعالى لعن على لسان النبي بائع الخمر، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم. النبي أوتي جوامع الكلم. النبي لما يقول حاجة هو يعرف إيش يقول. قال لعن الله الخمر وبائعها وشاريها وحاملها وساقيها والمحمول إليه إلى نهاية الحديث. ففين إن النبي قال للمسلمين؟ فين؟ أعطيني رواية واحدة إنه النبي قال بس للمسلمين. تفضلي يا أختي. والآن عشان نخلص موضوع الخمر نبى ندخل في موضوع الرقاصة، نبى ندخل في موضوع لا أنا ما خلصت. يا حمامة متى حمامة دقيقة حمامة دقيقة لا تقاطع باقي. أنت أخذت 4 دقائق. بعد ما نخلص موضوع الخمر راح ندخل في الرقاصة اللي شتمت الله سبحانه وتعالى واللي اللي دفع لها محمد بن سلمان 2 مليون دولار. تفضلي يا أختي جاوبي على السؤال، هذه آخر فرصة لك. من أين؟ الآن أنا والسؤال الثاني بس عفوا فعلا السؤال ترى عندي إذن. أنا ما أخذت باقي لي 45 ثانية. ليش تقاطعي؟ خلاص فدا خلاص. السؤال انضغطت يا إخواني. السؤال الثاني لا والله ما انضغط، خليني أجاوبك. السؤال الثاني طيب لأنك ما جاوبتني. خلينا نسأل السؤال الثاني، هل محمد بن سلمان باع للدبلوماسيين نعم أو لا؟ يلا باع ولا ما باع؟ ومن فين أخرجتي يا أختي؟ خليني أخلص وقتي يا أختي، ما يصير تقاطعي. خلاص فهمت السؤال، عدت 1000 مرة يا حمامة. أنا ما خلصت الوقت، لما أخلص الوقت أقول لك تفضلي. يلا تفضل. السؤال الأول، من أين أخرجت أن النبي قال لغير المسلمين عادي يبيع؟ السؤال ولا تجيبي لي قصة موضوعة. السؤال الثاني، هل محمد بن سلمان باع ولا ما باع؟ سؤالين سهلة للدبلوماسيين. تفضلي. وبعد 45 دقيقة اشتي ولد 45. عفوا معليش أنا سويت ميوت، أنا كنت بسوي نفسي معليش. الآن هذه 4 دقائق يا إخواني. 4 دقائق. أنت بتعود على الميوت، يعطيني أنا ميوت بيعطي نفسه. 4 دقائق الآن. تركيز. الآن نرجع دقيقة بدقيقة عشان لا يلا دقيقة بدقيقة. تفضلي أختي. أنا خليني أجاوب. طيب يلا. فرحان بجواله ذا، خلاص فهمنا إن عندك تايمر. خلاص حط كتم، طب لو سمحت حط كتم. أبشر يلا. وارجع عيد تبشر بالجنة، ترى عادي. ما احنا كلامنا السعودي انت عارف احنا دربين كلامنا كذا، فاهم؟ إيه لو نسيت وطنك ونسيت كيف نتكلم. ها يلا خلينا نتكلم. طيب خلينا نتكلم الآن بالعقل. أنا سألت سؤال وجاوب واعترف الآن بأن ولي العهد ما سمح طيب ببيع الخمور، وهذا ما في قرار مثل ما قال في البثوث اللي قبل. ولما حنزل مقطع ترى يا حمامة راح انزل كلامك انك انت بيع الخمور، ما قلت للسعوديين. انا سحبت كلامك. ثانك يو فيري ماتش انك انت سحبت كلامك. عفوا ما صح ما تفهم انجليزي. شكرا يا حمامة انه غيرت كلامك. النقطة الثانية قلت إنه في مصنع. طلع لي الآن الكلام حق حسين الغاوي لو سمحت. الآن المقطع موجود عنده في تويتر، لو سمحت طلع لي المقطع إنه قال إن صحيفة رويترز قالت إنه في مصنع في السعودية، وهو أكد على هذا الكلام. هذا دليل طلبته منك ما جبت لي إياه. الدليل الثاني، طيب الدليل الثاني، أنت قلت بأن سيدنا عمر أنت قاعدة تكذب عليه وقاعدة تشوه سمعته. أنا أعطيتك الدليل وأنت ذكرت 3 مذاهب، وهذه المذاهب ما ذكرت هذا الشيء. أعطيني المصدر حقت المذاهب الآن، اللي أعطيني الكتاب اللي أخذت منه الكلام هذا. وما ذكرت الحنابلة حنا مذهبنا حنبلي في السعودية يا حمامة، فكلمني بالمذهب الحنبلي. ها ركز معايا. ثالث نقطة، سألتني سؤال هل ولي العهد يبيع الخمور؟ أنا قلت لك لا ما يبيع الخمور، لأن أساسا الخمور تستورد، ركز، تستورد تمام، وللسفارات للدبلوماسيين مثل ما حدث في عهد سيدنا عمر. والقصة اللي في عهد سيدنا عمر مثبتة، قلت لك تباني أرسل لك عشان تعرضها للناس، أنت ما أنت براضي. أعطيني الآن إن رويترز قالت بأن هناك مصنع في السعودية، وأخونا حسين الغاوي أكد هذا الكلام. من فضلك أعطيني الآن كلام. الآن في نص هذه دقيقتي، يلا في نصها أفتح المايك وأسمعنا كلام حسين الغاوي لو سمحت. يلا تفضل. ما أفتح الكتم ما نسمعك. طيب انت اخذتي دقيقه و52 ثانيه. دقيقه اول شيء اعطيني الدليل. لا حمامه مو معقول النقاش انا وانت يكون معك جدل كذا. اعطيني الدليل حق رويتر، سمعنا حسين الغاوي يا اخي. طيب اسد الوطنجيه.
طيب والله هنيئا لكم فيه والله يا عظيم. والله هنيئا. طيب فخورين فيه. انا بعبر من هذا المنبر. طيب لا تقاطع الان دوري خلاص لا تقاطع. انت اخذتي، احنا اتفقنا دقيقه. انت اخذتي دقيقه و53 ثانيه تقول ما خلصت. شلي نشبي بس لا تقولي تطبلي هنا، الله يرحم والديك. تبي يوظفك معاه والله ان شاء الله ما بيوظفك، لا تحاولي. اسمعيني فاضت حمامه يا اختي نشبي، الله يرحم والديك. شوفوا بالله شوفوا يا اخوان، خلاص يا لولو اهدي. طيب خذي لك من البار الحلال عشان تهدي بس اختي. طيب الغاوي يلا. طيب يلا الان نسوي ميوت. شوفوا لو فتحت الميوت راح اعيد الوقت. يلا عيد الوقت ترى عادي، فاضي وانت فاضي ما عندنا شيء. انت والستاره هذه اللي وراك. يلا اللي قاطع هو الجبان ترى. انت سوي ميوت. شوف انا ما قاطعتك. يلا طيب مو بكيفك. عطني الدليل قبل ما تبدا لو سمحت. ممكن الدليل؟ ليش تفتري على ولدنا اسد الوطنجيه اللي وجعكم؟ ليش؟ يلا عطني الدليل. يلا طيب سوي ميوت يلا. طيب شوفوا يا اخواني تقاطع والله. الضعيف يعني قاطع. شوفوا الضعيف ما يستحمل والله عظيم. طيب الان نبدا. يا اختي يا الله انا الغاوي. طيب الغاوي يا اخي. بعطيك الدليل يلا. طيب شوفوا لو فتحت المايك راح انزلك واصعدك بعد ما اخلص، فاحترمي نفسك. طيب يا اخواني نبدا. اول حاجه شوف ايش قالت صالح حمامه اعترف انه ما يباع للسعوديه، وتقول لي اني انا غيرت كلامي. يا اخواني هذول والله كذابين يموتون على الكذب والله العلي العظيم. انا اول شيء من يوم ما طلع الخبر وانا قلت انه هذا للدبلوماسيين، وشوفوا المقطع حق اللي في التيك توك وحطيت الصحيفه انه للدبلوماسيين. فاحنا ما قلنا كلام، واحنا ما نكذب زي ما انتم بتكذبوا علينا الان. احنا ما قلنا محمد سلمان صار يبيع الخمور للسعوديين وبعدين غيرنا كلامنا. فلا تاخذي هذا انجاز، لا تاخذي انجاز، لاني انا من يوم ما طلعت وانا اعرف ايش اقول. احنا نخاف الله حتى في خصومنا، احنا ناس عندنا شرف، احنا مو زيكم، احنا ناس عندنا شرف. دقيقه الشحن 2 بس. دقيقه خلنا نوقف الوقت. اعطيني الشاحن بس دقيقه اختي. ايه دقيقه. لا من جوال الثاني. ايه يصعد. اصبر بس. سولف هذا. اصبري اختي. الشباك. لا عادي، حط سماعات بدنا ما صوت هاي. حط سماعات. اصبروا يا اخواني اصبروا تنحل. وانا اعطيكم رابط. لا عندي انا. دقيقه بس. قلت لك من زمان. دقيقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. افتح لي النت. فين جوالك؟ حط النت شوي شيخ. اصبروا يا اخواني اعطونا بس 30 ثانية. طيب في واحدة سألت قبل ما يرجع حمامة، قالت لولو وين الشيخ مشاري؟ الشيخ مشاري اتعفن في السجن، وعسى يتعفن في السجن الإخوانجي اللي معارض لدولتي، اللي بدولتي تقع يعني يوقع الحكام أو خلي الشعب يأججهم يطلعوا على ولاة الأمر، ويتخسون إنه يطلع الشعب السعودي يطلع على ولاة الأمر. فالشعب السعودي يعشق ولاة أمره، ندافع عليهم بدمنا وأرواحنا، والدليل إنه حنا وين وإنتوا وين. شوفوا السعودية وين وإنتوا وين. فهمتوا؟ لا مو ظلم حبيبتي لما واحد يطلب من أبناء الوطن يطلعوا على ولاة الأمر، حنا ندعسه وندفنه في أرضه. تفضل حمامة. طيب دقيقة بس خلنا نطلع من حساب الثاني. طلعني. شبكت الشاحن. ترى الصوت واضح. انت ليش مسوي؟ لا هنا ايه الان صوتي واضح اخواني؟ ليش ما رحت الغرفة؟ واضح يا حمامة واضح. طيب لا خليك. طيب نعيد المداخلة. نعيد المداخلة. ها؟ حط ميوتي. طيب يا اخواني
الآن نبدأ. طبعا هي قالت إني أنا غيرت كلامي وهذا الكلام كله كذب، وريناكم إياه والمقاطع حقتنا موجودة، إنه إحنا قلنا من بداية الكلام إنه هذا الشيء للدبلوماسيين. فهي تقول صالح حمامة غير كلامه. ليش الكذب؟ لولو استي على وجهك يعني، والله العظيم يعني أنا قدامي تكذبوا علي كيف من وراي يعني، مصيبة دي. ثاني نقطة طلبتني بالدليل. دقيقة بالله. الدليل في صدى صح؟ دقيقة تسمعين الآن؟ نسمع. طيب الدليل في الموسوعة الفقهية المجلد 15/195 يقول أنه لا يجوز أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير إذا تولى الذمي بيعها، وهذا قول الحنيفية والمالكية والحنابلة والشافعية. ليش تكذب تقول إحنا حنابلة؟ والله إنك كذابة. هذه ثاني كذبة يا إخواني. إحنا حنابلة. إيه حتى هنا في الحنابلة في إجماع، قال الحنابلة والشافعية والمالكية والحنابلة. فلا تكذبي يا أختي، هذا بالإجماع الأربع أنه لا يجوز. طيب أثبتنا أن قصة عمر بن الخطاب قصة منكرة ولا فيها أي دليل ولا فيها أي سند، وتحديتها بالسند وما جابت. تحديناها في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في استثناء لأنك تبيع للدبلوماسيين، ما قدرت تجيب. والنبي أوتي جوامع الكلم. النبي لما يقول شيء يقدر يقول، ويقدر يقول لغير المسلمين، أو مثلا يقول عادي لغير المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وآله لما يقول حاجة هو يعرف إيش مقصدها ويعرف إيش مغزاها. فلا تلعبي معنا هذه اللعبة. سؤال مقطع حسين الغاوي جاوبنا عليه، يلي قاعد تبثرينه جاوب على حسين الغاوي. حسين الغاوي طلع أكد كلام مصدر رويترز، وأكد إنه اسم أنت قلت شغل كلامه بسمع صوته. شغله. طيب شغله لنا. ليش تقاطع؟ طب ليه ما تبي تشغل حق حسين؟ لا عشان انت ما تبي تشغل حق حسين. انا خلص. طيب الان انا اشرح لكم القصه. حسين الغاوي، شوف الان ابدا الوقت مره ثانيه. حسين الغاوي يوم طلع صحيفه رويترز واعلنت هذا الخبر، هو طلع واكد هذا الخبر، لان احنا سوينا هجمه وقتها، هو طلع واكد. فمو لازم يقول انا اكدت الخبر اللي طلع في صحيفه رويترز، مو شرط نهائيا، مو شرط، لكن هو اكد هذا الخبر. والسعوديه افتتحت مصنع للخمور بصحيفة رويترز. كذبين الآن. إيش افتتحت؟ أجل محل، مصنع، صارت تأخذ تحت السفارات، كله في النهاية يصير بيع وحمل. والنبي يقول لعن الله حاملها وبائعها والمحمول إليه، كله أنتم ملعونين من النهاية. الآن ننتقل للنقطة الثانية والسؤال الجوهري. أنت دامك موجود أخت لولو، فإحنا نبغى نستغل علمك وطبعا إدراكك للعلم. الآن سؤالي، هل لو أنا صالح حمامة الآن طلعت عندي ناس في اللايف، وشوف هذا السؤال سهل إن شاء الله، لو أنا صالح حمامة الآن طلعت عندي ناس في اللايف وخليتهم يشتموا الله ويشتموا الأنبياء ويؤمروا بالسجود لغير الله، وأعطيتهم فلوس على هذا الكلام، هل أنا كافر ولا مسلم؟ تفضل يا أختي، وهذا الوقت يلا نبدأ من جديد. طيب الآن هو غير كلامه بأنه قال في البداية، قال بأن حسين الغاوي أكد على رويترز ويقول بما معناه. فما عندك دليل. نتمنى أنك أنت ما تدلس على أسد الوطنجية. ضاغطك الله درك يا أخو حسين. لا حط كتم لو سمحت. أنا حطيت كتم واحترمتك يا حمام. شكرا، تبشر بالجنة. يعني لله درة. أنا بس باخذ كم ثانية. لله درك يا حسين الغاوي، أخونا اللي نتعلم منه الدفاع وطحن خونة الأوطان. كيف هو قاعد يألف عليه ويدلس، يعني حتى الغاوي يدلس عليه حمامة كثير، علي كثير. بس عموما مو ده موضوعنا. أنا أرسلت لأبو فزاع الآن ووصله وقرأ. لو سمحت شوف اللي عند أبو فزاع اللي أنا أرسلته عشان أنت لا تألف كلامك. أول شيء أنت كذاب، ما هو بالإجماع الكلام اللي قلته عند الحنابلة وهذا كله، لأن أنا أرسلت لك أنا الآن أبو فزاع أرسلت له من الدرر السنية والمحدث شيخ الإسلام ابن تيمية، والمصدر هو مجموع الفتاوى، ورقم الصفحة كانت 29 رقم هذا 319. خلاصة الحكم المحدث ثابت بأن هناك جزية تدفع على الخمور لأهل الذمة، وكان في عهد سيدنا عمر، وكان في سند أيضا. تمام. يلا لو سمحت الآن خلي أخونا أبو فزاع يرسل لك، وارسلت لك اللينك أيضا حق السنن حق الدرر السنية.
تقرأها الآن يا حمامة أمام الناس وتشوف إنها مثبتة من شيخ الإسلام ابن تيمية غصبا عنك في جزية للخمور والخنازير، وغصبا عنك كانت تباع في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الثاني الفاروق. طيب هذه النقطة. والله إذا أنت عندك الفاروق ملعون مشكلة، لأنه للآن مطبق نفس اللي يطبق في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. الشيء الثاني أبي حق حسان الغاوي، إذا ما في تقول ما في، مثل ما قلت على السعوديين ما يباع الخمر لهم، تقول أيضا إنه أخونا أسد الوطنجية اللي أنا دائما صراحة أتباهى بهذا الإنسان السعودي الوطني اللي عنده كذا ولاء لوطنه ويدافع ويطحنكم طحن في كل كذبة تقولونها. لو سمحت أسحب الكلمة، ما قال هذا الكلام. ما راح تسحبها لأنه ما طيب دقيقتين ونص الآن، دقيقتين. شوف اللينك لو سمحت. طيب دقيقتين يلا ونص. تفضل. يلا طيب الآن يا إخواني نبدأ الآن دوري. يا إخواني يعني لكم أن تتخيلوا، بالله لكم أن تتخيلوا إن إحنا المفروض نتحاور مع طالبة علم، المفروض نتحاور مع طالبة علم. طالبة العلم إيش تقول؟ شوفوا بالله يا إخواني، شوفوا الضحك. تقول الدرر السنية، هذا أقوى موقع لأهل السنة والجماعة. حلو؟ فهي تقول الدرر السنية. والله يا اخواني انا ما ادري كيف اتناقش مع وحده تقول زي كذا. اول حاجه لا تقاطع. اول حاجه اسمه الدرر السنيه. فك اللينك. أص ولا كلمه حمام انضغط يا اختي. ليش تقاطع؟ شوفوا يا اخواني والله ضعيف يقاطع، والله وعز جلال الله. شوفوا انا كيف سويت ميوت، ما فتحت الميوت دقيقه واحده. ليش تقاطعي؟ الان هذا وقتي انا ضاع. انا اعيد من جديد انا اللي انضغطت ولا انت اللي قاعد تفتح المايك؟ طيب يلا شوفوا يا اخواني، اعيد الوقت بس عشان هي قاطعتني. طيب اول حاجه يا اخواني، شوفوا طالبه العلم هذه اللي تسمي الموقع الدرر السنيه، هو اسمه الدرر السنيه، وهذا من اشهر المواقع. حلو، اسمه الدرر السنيه. فاختنا هذه ما تعرف تفرق اصلا بين السنيه والدرر السنيه. طيب هنا قالت انه قصة عمر بن الخطاب فيها سند، وهذا كذب بواح. ليش كذب؟ مو انا اقول، هي في بداية المناظرة قالت انه هذه القصص ما فيها اسناد، وانه احنا ما يشترط ان يكون في القصص في اسناد، وهذا كذب حتى على هذه المعلومة. كذبت على هذه المعلومة. والآن تقول نشبي. ليش تفك المايك؟ ليش يخافون يا لولو؟ يرحم امك. كلينك. طيب اللينك، تقول ارسلت لك اللينك، وين اللينك؟ طيب الان نفك اللينك. يلا فكه. طيب فالان نعيد الوقت. شوفي كل ما هذا بعيد الوقت. طيب عادي فاضي يا حمامه، فك اللينك يلا افتح قدامي الان وشوف انه مثبت من شيخ الاسلام ابن تيميه. يعني اذا سيدنا عمر عندك ملعون والله مشكله صراحه عندك، لانه يعني راح تثبت شيء كلنا شاكين فيه حمامه. فنصيحه مني لا سيدنا عمر. هذا اللينك اللي ارسلته؟ يس. وشوف اللي ارسلته اصلا كابتشرت لك ايضا اشياء ثانيه. يلا تفضل شوف المثبته من شيخ الاسلام. يلا. طيب هذا من وقتك الان، مو من وقتي، لانك انت طلبتين. المفروض هذا الشيء يا عمي خذ الوقت اللي تبي جاوبني بس. طيب يلا سوي ميوت يلا سوي ميوت. شوفوا يا اخواني، تقول هنا في الدرر السنيه، ركزوا يا اخواني على السنيه مو السنيه. خلاص سوي ميوت. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه أن بعض عماله يأخذ خمرا من أهل الذمة عن الجزية، فقال قاتل الله فلانا. عمر بن الخطاب يقول قاتل الله فلانا. فأنت ترى رسلت رابط، أنت شكلك ما قرأتيه يا أختي للمعلومية. قال أما علما إيش؟ كمل. ايوه هم المسلمين بياخذوا منهم، فقال لعن الله المسلمين اللي ما احنا شعب محمد بن سلمان. لكن كان في اهل الذمه ولا ما كان فيه؟ انت قلت ما في مشركين، كان في ايام الصحابه انهم مشركين يبيعوا الخمر. هذا اللي انت قلت. انا اختي انا سؤالي وين هم باعوها في اراضي المسلمين؟ يعني هل هم كانوا يجوا يفتحون محلات؟ رجل عماله سيدنا عمر عماله كانوا ياخذوا. اقرا كمل الحديث، كمل الكلام. عماله كانوا ياخذوا من الكفار، ايش دخل الموضوع؟ يا رجل اهل الذمه على الجزيه، فقال قاتل فلانا. نعم كانوا اسمعي كمل الحديث لو سمحت. يلا طيب. كمل. أن عمر بن الخطاب
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه أن بعض عماله يأخذ خمرا من أهل الذمة عن الجزية، من أهل الذمة عن الجزية، فقال قاتل الله فلان، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها، ثم قال عمر ولهم بيعها وخذوا منهم أثمانها. حلو، الآن اثبتي لي. ولوهم يعني هم اللي تولوا بيعها. طيب الآن سؤالي، عمر بن الخطاب يقول للكفار بيعوا الخمر وإحنا نأخذ منكم الجزية. الجزية إيش هي أصلاً؟ الجزية للبلد اللي تحت اللي يعني هم عايشين في بلدهم. أنا سؤال أبغى أعرف من فين من هذا الحديث جبتي؟ أنا أقول لك يلا خليني أشرح لك وحبة مستحيل أنا حبة. لا أنا عشان نتفاهم. أنا ما رديت أنا لسه ما أخذت وقتي. تفضل يلا. هذا وقتك لولو، هذا وقتك. هذا من وقتك. الآن أنا أرد على النقاط اللي أنا سجلتها. طيب رد على الحديث. طيب خلاص أنا رديت، قلت لك أنت اثبتي لي الآن إن هذه في أراضي المسلمين، عليك الإثبات. أنا في وقتك أختي في وقتك. السجال حمامة نقطة سجال، خل دقيقة. الله يستر عليك أنا لو قلت لك الله يستر عليك. حمامة قلت لك الله يستر عليك. دقيقة لا أنا وقتي سجال أفتح اللينك، شوف الشرح المكتوب لو سمحت. أفتح اللينك، ليش أرسلت اللينك؟ شوف الشرح اللي مكتوب. يا أختي يا رجل أنت قلت سيدنا عمر ما كان يبيع، قلت الصحابة ما كان في مشركين في أراضيهم، قلت ما كان يبيع. الآن جبت لك الدليل اللي يبيع. أقصد ما في أراضي المسلمين، هذه في أراضي المسلمين. يا أختي سيدنا عمر كان يحكم المشركين يا رجل، كان يحكمهم ولا لا؟ يحكم. كلامي واضح. أهل الذمة من هم أهل الذمة؟ أنا أقول لك أهل الذمة. تفضل. أهل الذمة لما يروح الدولة حلو، عمر يعني المسلمين إيش يسوون؟ يا يطالبونهم بالجزية، يا يدخلون في الإسلام، يا القتال. هذه 3 شروط. فإذا دفعوا الجزية، اسمعيني يا أختي عشان بس تفهمي، والله أنت ما أنت فاهمة أي شيء. إذا دفعوا الجزية خلاص يقعدوا في أراضيهم وفي دولتهم وتحت يعني إحنا يعني نعطيهم الأمن، لكن هي تبقى دولتهم وإحنا علينا أمنهم، وناخذ من عندهم الجزية حتى نحميهم. والله هذه الجزية يا أخت لولو. فأنت قاعد تضحك على نفسك الآن. آخذ وقتي. كامل عند شيخ الإسلام. اسمها جزية الخمور ولحم الخنزير، لا تألف. طيب في أراضيهم الآن. يا الله، عمالة يا رجل، عمالة. كان يحكم، كان خليفة على هذه الأرض ولا لا؟ يا أختي مو خليفة. كان خليفة ولا لا؟ لا أنا أقول لك الآن أنا أقول لك الآن في الغزوات، ارجع اقرا السيرة. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعمل فيها هذه. لما يروح عند ناس يخيرون بين 3: الجزية، أول شيء يعرضوا عليهم الإسلام، فإن قبلوا خلاص يدخلوا في الإسلام، وكفى الله المؤمنين شر القتال. ثاني نقطة يقولوا الجزية، تعطونا الجزية، إحنا ناخذ الجزية وتبقوا تحت حكمنا، أو عفوا تحت حمايتنا. يعني خلاص أنتم تبقوا لكم أراضيهم ولكم هذه الأراضي، وإحنا ناخذ من عندكم الجزية. أو القتال، إذا رفضوا الإسلام أو الجزية يذهبوا للقتال. فافهمي يا أختي، هذا عمر بن الخطاب كان يأخذ منهم الجزية في الخمور اللي بيعوها في دولتهم، مو في دولتنا. جزية الخمور يا الله يا رجل، دقيقة قاعد تنكر شيء في الإسلام. يا أخت لولو شوفوا والله العظيم الناس كلها فهمت. شوفي الكومنت، اقرأ الكومنت. في أراضيهم كلهم يكتبوا لك في أراضيهم، اقرأ الكومنت. فأخت لولو لا تكذبي. يعني هل الصحابة كانوا يجيبوا الناس يبيعون الخمور في أراضيهم؟ أنت مريضة، أنت صاحية، هذه فضيحة لو صارت. فروق الله يرحم أمك ولا تدخلينا في الباب ذا. طيب لا الآن ردينا عليكي إنه هذول ناس ما رديت. أنت خبصت الجزية. والله يا إخواني إنها تقاطع من الضغط، وعز جلال الله إنها تقاطع من الضغط. خلنا نكمل وقتي. هل في جزية خمر ولا لا؟ هل في جزية خمر في الإسلام ولا لا؟ جاوبني، هل في جزية خمر ولا لا؟ نعم في جزية. اسمعيني بس اسمعيني. في جزية حلو، او ما في جزية، هذا شيء مو راجع لي انا. لكن السؤال احنا هل عمر، افهموا الفكرة، هل عمر بن الخطاب كان يبيعها للمشركين زي ما يسوي محمد سلمان؟ شوفي كيف تبي تلعب اللعبة الان. انشبي ولا كلمة. انت تستهبل. ليش يا اخواني يا لولو شوف الضغط، والله الصراحة على قدر الألم. انا الان وقتي انا اخذ دقيقتين وانت تاخذ دقيقتين. كيف جزية الحرب او جزية الخمر؟
جاوبني كيف جزية الأرض ونفس جزية الخمر؟ يلا قول لي كيف. انا اخذ دقيقتين بس تاخذ دقيقتين. سوي ميوت. جاوبني كيف يا حمامة يا موحد جاوب يلا. سوي ميوت. كيف جزية الأرض وجزية الخمر؟ انا شوفي انا جاوبت. مو بكيفك الدين، مو بكيفك الدين. اسمين. انا جاوبت ولا ما جاوبت؟ ما جاوبت، انت ما جاوبت. طيب انت ما جاوبت. شوفي انا جاوبت، الناس كلها شافت من هرب من المناظرة. يا عمي الناس حقونك، لا انا ما يفرق معي الناس حقونك. اسمعي الاسئله حقتي اللي انت ورب الكعبه ما جاوبتي على ولا سؤال منها. الان انا اتحداكي انك تسوي ميوت، والان انا سواء جاوبت او ما جاوبت الناس بتعرف ان انا هربت من الجواب. انت مو شغلك، انت عليك انك تطرحي اسئله وانا اطرح اسئله، واللي يهرب يبان عند الناس الحمد لله عندها عقول يا لولو، فلا تلعب اللعبه ذي خلاص. وفضيحتك بجلاجل اليوم والله العظيم. طيب الان لي دقيقتين لا تقاطعيني، والصراخ على قدر الالم. شوفي انت يا لولو لما تبدي انا اسوي ميوت، ومهما تقولي انا اسوي ميوت لاني انا قوي يا لولو والله العظيم. انا ما اخاف. انا ما اخاف. ابي جواب. طيب خلاص، الناس هي بتشوف انا جاوبت ولا هربت من الجواب، مو شغلك انت. يلا الان دقيقتين لا تقاطعي. طيب يا اخواني، اول حاجه اثبتنا ان عمر بن الخطاب كان ياخذ الجزيه منهم، ولكن عمر بن الخطاب ما باع الخمور. افهم الفكره ذي، مو هو اللي باع الخمور زي ما سوى محمد بن سلمان اليوم وباع الخمور للكفار. فهي الان تبي تلعب معنا اللعبه ذي، فهمتوا الفكره؟ تبي تلعب اللعبه ذي. الجزيه احنا لو اليوم مثلا عندنا مثلا ألمانيا مثلا تحت الحكم الإسلامي، ولكن هي دفعت الجزية لنا وخليناها، فإحنا نخليهم يبيعوا الخمور في أراضيهم ونأخذ من عندهم الجزية، هذا ما في شيء. لكن ما نبيعها في أراضي المسلمين زي ما فعل محمد بن سلمان. ولا تجيب القصة هذه على أساس إنك تقارني بين عمر بن الخطاب ومحمد بن سلمان. يرحم أمك لا تلعب اللعبة دي. يعني إحنا كنا نقول لكم أول إنه محمد بن سلمان جاب الرقص والدعارة وكذا أو جاب الخمور، فكنتوا تقولوا إنه كان في زمن النبي الخمور. هل النبي كان يبيعها؟ السؤال هل عمر بن الخطاب كان يبيعها؟ سجل السؤال عندي كذا، سجل السؤال. هل عمر بن الخطاب كان يبيع الخمور بنفسه للكفار ولا كان يأخذ من عندهم الجزية؟ شوفوا الآن هي راح تنفضح خلاص. السؤال الثاني النبي قال لعن الله الخمر وشاربها ولعن وساقيها لنهاية الحديث. فين إنه لغير المسلمين؟ هذا السؤال الثاني اللي ما جاوبت عنه من بداية المناظرة. السؤال الثالث، لو أنا فتحت بث وجبت ملحدين يشتمون الله ويشتمون الأنبياء ويؤمرون بالسجود لغير الله، هل أنا وأعطيتهم 2 مليون دولار هل أنا مسلم ولا كافر؟ 3 أسئلة من بداية المناظرة والله ما جاوبتي، ويشهد الله إني جاوبت على كل أسئلتك. الآن أنا أخذت 1.5 دقيقة. باول مو 2 دولار، ترى 2 دولار كذا تكفى. اسعي أنا أخذت 1.5 دقيقة والآن راح أترك لك المايك وجاوبي على 3 الأسئلة، ولا يعني راح تنتهي المناظرة لأنه ما في جواب. تفضلي. طيب أنا شوفوا الآن كيف أسوي ميوت أنا يا إخواني، شوفوا كيف أنا قوي أسوي ميوت. تفضلي. خلصت كلامك، يلا خلينا نتكلم. الآن أبو فزاع موجود عندك صح ولا لا؟ أبو فزاع لو سمحت شوفي اللي أنا أرسلته الآن من شيخ الإسلام، لأنه الحمامة إلا بيثبت إن الجزية ما في جزية عن الخمور ولحم الخنزير. طيب خذ عندك يا حمامة وارسل لك اللينك الآن. سئل شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن اليهود والنصارى إذا اتخذوا خمورا هل يحق للمسلم إراقتها عليهم وكسر أوانيهم وهجم بيوتهم لذلك أم لا؟ كان الجواب الحمد لله أن أما أهل الذمة فإنهم وإن أقروا على ما يستحقون به في دينهم فليس لهم أن يبيعوا المسلم خمرا ولا يهادونه ولا يعاونوه عليه. طيب خلني أكمل كلامي، ركز خلني أكمل كلامي. تمام. ولا يعاونونهم ولا يعاونوه عليه بأي وجه من الوجوه. تمام. يحملونها ولا يبيعونها للمسلمين نفسهم لمسلمين آخرين، وكل هذا مشروط عليهم في عقد الذمة، ومتى فعلوا ذلك استحقوا العقوبة التي تردعهم وأمثالهم عن ذلك. وهل ينتقد عهدهم بذلك وتباح دماءهم وأموالهم على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره. وكذلك ليس لهم أن يستعينوا بجاه أحد مما يخدمونهم، يعني المسلمين نهائيا ما يخصهم، يصير بأهل الذمة بأهل الذمة. أما ممن أظهر الإسلام منهم أو غيرهم على إظهار شيء من المنكرات بل كما تجب عقوبتهم تجب عقوبة من يعينهم بجاه أو غير جاه. اللي مين؟ المسلم اللي يبيع. ركز معايا خلني أكمل كلامي. بطل الحركات دي، بطل. ترى كمل الكلام بطل. طيب وإن شرب الذم الخمر فهل يحد على 3 أقوال الفقهاء؟ قيل، يلا خلينا نقرأ الآن الفقهاء اللي قال ألف على الفقهاء. قيل دقيقة، أيوة هذه
طيب قيل لا يحد وقيل إنه سكر، وهذا إذا أظهر ذلك بين المسلمين، وأما ما يختفون به في بيوتهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من الوجوه فلا يعترض لهم. ما يظهر للمسلمين يعني في بيته، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. أنت مين يا حمامة مقارنة بشيخ الإسلام ابن تيمية؟ خلينا نكمل تمام. وعلى ذلك فإذا كانوا لا ينتهون عن إظهار الخمر تمام، أو معاونة المسلمين عليها أو بيعها للمسلمين وإهدائها للمسلمين تمام، وإراقتها على المسلمين، فإنها تراق عليهم مما يعاقبون به. وأما بما يعاقب به ناقص العهد، يعني اللي لو هو باع لمسلم أو عاون مسلم أو أعطى مسلم ينتقد العهد، ما يصيروا أهل ذمة، وتقدر أنك تقيم عليهم اللي هي العقاب. لكن سؤالي لك، هل شيخ الإسلام ذكر بأنهم شوفها وهذا إذا أظهر ذلك بين المسلمين، وأما ما يختفون به في بيوتهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من الوجوه فلا يتعارض مع ذلك مع الإسلام. هل أنت أحسن من شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لا، أنت ما تحسن من شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية، وأعطيك المصدر عشان الناس كلها ترجع للمصدر. طيب المصدر يا جماعة مجموع فتاوي شيخ الإسلام، الصفحة 28/666. يلا قول لي، هل أنت أعلم من شيخ الإسلام؟ لا. طيب الآن هذه 3 دقائق و20 ثانية. ما خلص الأسئلة. لا خلص وقتي. 3 دقائق و20 ثانية. لا مو وقتي بقى، أنا بجاوب على الأسئلة. 3 أسئلة أعطيتني 3 أسئلة. طلب لا ما في طلب، أنت ما خليتني أقاطعك. لا بس ارسلي لي حبل أفكاري. طيب لا أبغاك ترسلي لي بس المصدر. ارسلي لي المصدر الأخير هذا اللي سدليتي فيه. يلا خذ اللينك. وصل ابو فزاع، وصلك اللينك، يلا تفضل يلا. وعندك ذكرت لك المصدر قدام الناس، مجموع فتاوى شيخ الاسلام 28/6. اقرا الكلام الاخير. شو هو الكلام الاخير؟ يلا ارسلت لك، يلا تفضل. هذا هو، ارسلت لك وكابتشر، حتلاقيه في اللينك اللي ارسلت لك هو. والمصدر مجموع فتاوى شيخ الاسلام. لا اقرا الكلام 28/6. الكلام الاخير قريتيه وين هذا؟ يلا حقراه، مو الأخير اللي قبل الأخير. وهذا إذا أظهر ذلك بين المسلمين، وأما ما يختفون به في بيوتهم من غير ضرر. خلني أكمل. لا مو على كيف. يعني كانوا المشركين يشربوا خمر وكانوا موجودين أهل الذمة ولا لا؟ أصلا كيف اسمهم أهل الذمة إذا ما عايشين مع المسلمين؟ أنا بقرأ خلاص. كيف؟ خلاص وقتك انت. يلا تفضل. 3 دقائق و3 يلا تفضل. تفضل. طيب يا إخواني كبروا. اكتبوا الله أكبر. ليش؟ شوفوا يا اخواني، انا ابدا وقتي الان. لا تقاطع ولا تسوي ميوت. طيب شوفوا يا اخواني، اول حاجه والله العلي العظيم انهم هذول يقرؤون ما لا يفهمون. قاعده تقرا وهي ما هي فاهمه، والله ما هي فاهمه الكلام اللي قاعد يقول. شوفوا ابن تيمية ايش يقول خلينا نرجع بس الصوره. شوفوا يقول دقيقه راحت الصوره. يقول وإن أقروا على ما يستحقون به في دين فليس لهم أن يبيع المسلم خمرا. ايش يبيع المسلم خمرا يا اخواني؟ هذه قاعدة تقرا ما هي فاهمة. ابن تيمية يقول لا يجوز بيع المسلم أن يبيع الخمر. هذا كلامنا من الصبح احنا. انت قاعد تقرا شيء انت ترى قاعد تنصرينا. والله يا لولو انت جبت الدليل وتعبتي نفسك وارسلت اللينك وارسلت المصدر عشان تأيدين كلامي يا لولو، يرحم امك. طيب في نهايه الكلام ايش يقول؟ هذا الكلام هي اللي مسويت له عليه ضجه. وهذا اذا اظهر ذلك بين المسلمين، وشوفوا اذا يحد عليه وقيل يحد ان سكر. وهذا اذا اظهر، مو ان باع او بعنا له، ما له دخل هذه. وان سكر وقيل يحد ان سكر. طبعا هذه اللي بترتها. لا تقاطع اقرا. لا تقاطع. بكمل. لا تقاطع. شوفوا يا اخواني والله خايفه. طيب وهذا إذا ظهر ذلك بين المسلمين، وأما يختفون به في بيوتهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من الوجوه فلا يعترض. أظهر. أقرأ صح. طيب سوي ميوت. الله يرحم أمك، أنت الدرة السنية ما تعرفيها. الله يرحم أمك. طيب شوفوا يا إخواني، الآن نفس كلامنا ورب الكعبة قاعدة تأيده. وهي مشكلتهم دولة ترى إخواني. يعني بس أعطيكم معلومة على السريع، الوطنجية ترى يقول ما في. أنا تحديت واستحلفت بالله أنكم تجيبوا لي وطنجي عنده عقل، ما حصلت. أنا لي سنة ونص الآن في المعارضة ما حصلت أي وطنجي عنده عقل. فهي لو تفهم، لو عنده عقل كان فهمت الكلام. هنا يقول وقيل يحد إن سكر، يعني هنا الآن إذا سكر هو
ما له دخل في البيع وما له دخل في المسلمين يبيعون. المسلمين يبيعون في البداية قال ابن تيمية حرام المسلم يبيع. يا أختي سوي كمل الكلام. بكمل. شوفوا، وهذا إذا أظهر ذلك بين المسلمين يحد. إذا هو سكران بين المسلمين يحد. أما إذا كان في بيته ما حد يدري عنه عادي. احنا ما نختلف على ذا الكلام، إنه إذا واحد سكر في بيته ما حد درى عنه ما نقوم عليه الحد، لكن إذا قاعد يمشي في الشارع وسكران نمسكه ونقيم عليه الحد. هذا كلام ما له صلاح يا لولو. يعني رحم أمك شغلي عقلك. الآن آخر مداخلة لك. شوفي أنا أخذت دقيقتين ونص وأنت أخذت 3 دقائق ونص. آخر مداخلة لك ورب الكعبة يا لولو إنك انفضحتي فضيحة ما بعدها، والله فضيحة ما بعدها. وأنا شوفي يا لولو أتحداكي الثلاث الأسئلة. شوفي يا أخوان، خلنا نجاوب اللي فضح، خلنا نجاوب وفضحنا. خلنا نسأل وأعطيك الوقت. 3 أسئلة. شوفوا يا أخواني، أنا سألتها 3 أسئلة من بداية المناظرة، والله ما جاوبت. وأنا أتحدى أي وطنجي في الدنيا هذه يجاوب. حلو؟ طبعا هي أول شيء كذبت على عمر بن الخطاب إنه كان طبعا إحنا قلنا محمد سلمان يبيع الخمر، فقالت هي عمر بن الخطاب سواها. يعني إنه عمر بن الخطاب كان يبيع الخمر. في النهاية طلع الموضوع إنه بس يأخذ الجزية من اللي يبيعون الخمر. هو يأخذ الجزية من اللي يبيعون الخمر اللي هم في أراضيهم. انتهينا من المسألة ذي. الآن ال3 الأسئلة حقتي. السؤال: أين الاستثناء في حديث النبي لعن الله الخمر وبائعها إلى نهاية الحديث؟ وانت أثبتي أنه باع الخمر ملعون. انت في بداية المناظرة أثبتي أنه باع الخمر ملعون، فمحمد سلمان ملعون بنص النبي. كبروا يا مسلمين. 2. السؤال الثاني: من أين أخرجتي أو عفوا السؤال الأول، من فين أخرجتي أن النبي قال لعن الله الخمر وبائعها وهذا إلى نهاية الحديث إنه لغير المسلمين؟ انت في بداية الكلام قلت انه هذا للدبلوماسيين وهذا للسفارات. فين اثبتي؟ من فين اخرجتي من الحديث هذا الكلام؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني: هل محمد بن سلمان باع الخمر ولا لا؟ للدبلوماسيين، انا اتكلم للدبلوماسيين، هل باع ولا ما باع؟ السؤال الثالث: لو انا فتحت البث وجبت ملحدين يشتمون الله ويشتمون الانبياء ويأمرون بالسجود لغير الله، هل أنا مسلم ولا كافر؟ 3 أسئلة بسيطة. آخر مداخلة لك يا أخت لولو، أتمنى تجاوبي، والوقت الآن نحسب لك والحسابة بتحسب. يلا نسوي ميوت. ارجع لا تروحي جوجل. تعالي تعالي هربت إخواني، الوطنيين قاعدين يرسلوا لي على الإيميل. يا لولو ارجعي يا اخواني، علامة القهوة طالعة. هربت ولا ايش؟ هذه لولو يا اخواني كانت تفطر مقاطع. هي الان صوت واضح. تفضلي يا اخت لولو. يلا دقيقة يا جماعة، الصوت واضح تمام. أول شيء أنا ما أهرب، جاني اتصال وأمي أهم منك وأهم من أي إنسان ثاني، لازم أرد عليها. هذه أمي تمام. إذا أنت عاق في أمك أنا ماني عاقة في أمي، فأمي أهم منك يا حمامة وأهم من أي مناظرة. النقطة الثانية، الآن أنت قريت على شيخ الإسلام، أنت قلت إنه يقام الحد وقلت لك كمل، مو براضي تكمل. ما كملت إنه إذا أظهر ذلك بين المسلمين. نقطة قالها يا جماعة قبل شوي، قال بأن في أراضيهم وليس في أراضي المسلمين. الآن اعترف بأنه في أراضي المسلمين يا جماعة. ليش تغير كلامك كل مرة؟ تقولي أنت فضحتي. لا والله ما انفضحت، أنا عارفة إيش اللي قلته. قلت لك إنه في أهل الذمة، ولا يسموا بأهل الذمة إلا لأنه مخالفين لنا في العقيدة ويعيشون معنا أو تحت حكم الإسلام. يا جاهل. وقلت أيضا بأن هناك جزية الأرض وجزية الحرب عشان الحماية غير عن جزية الخمور، تمام، ولحم الخنزير. وأصلا في باب كامل في عند أكثر من فقيه وعالم، تمام، عن جزية الخمور وجزية لحم الخنزير. انت مفلس. الان غيرت كلامك. اول شيء قلت انه اصدر قرار بانه يبيع الخمر، الان سحبت القرار بانه بس للسفارات ولاهل الذمه اللي هم عندنا احنا عايشين اهل الذمه. ايضا سيدنا عمر اذا هو كان الحاكم والخليفه وكان سامح بان الخمور تباع منهم لهم، تمام، يعني عندنا احنا اللي لازم يبيع اللي في نفس المحل هذا لازم يكون من اهل الذمه ايضا، مثل ما كان سيدنا عمر كان خليفه على هذه الارض. نعم كان خليفه على هذه الارض وكان حاكمها، تمام، وكان يباع الخمر لغير أهل الذمة اللي هم غير مسلمين في عهده. نعم كان يباع
غصبا عنك. والآن شايف إن ولي العهد صار ملعون لأنه بيبيع لأهل الذمة. طب ليش سيدنا عمر رضي؟ ما كان خليفة هو، ليش قال لا ما يباع؟ وانت اعترف بنفسك، وانا قلت لك اتحداك تجيب دليل بانه حنقدر نروح المسلمين نقدر نروح نشتري خمر من السوبر ماركت، ما قدرت. فاتوقع انك انت هنا افلست. اذا عندك سؤال ثاني اتفضل، نقطع السطر، لانه انا راح انزل المقطع ده وراح انزل الدليل وراح انزل المصدر وكل شيء عشان الناس تشوفه، تمام؟ فلا يعني افلست، واضح انك بتغير كلامك كل مره. عموما لو سمحت اذا بتغير العنوان الان اللي بتتناقش فيه بليز لا تتناقش معي في عنوان احنا تكلمنا فيه. الراقصات وما الراقصات نزلتها كلها في تويتر، روح شوفها يا حمامه يرحم والدينك، خاصه فيش عطنا شيء جديد. بس في سؤال اذا تسمح لي، انا كثير يعني ما عمري سالتك صراحه اسئله، ابي اسالك سؤال. لا دقيقه بسالك سؤال دائما كنت بسالك هو وانت ما انت راضي. فك الكتم لانه سؤال جدا حساس لو سمحت، ممكن ما شايف انه يعني مو خاص مو شخصي. اسالي وانا جاوب في وقتي. حمامه الان الله تمام، عفوا سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا إنه اللهم اجعل هذا البلد آمنا وأرزق أهله. طيب، ودعوة سيدنا إبراهيم طبعا كانت وعد على الله، والله وعده دائما حق ويحق الحق طبعا، ويعني يوفي بوعده لأنبيائه. فالله قاعد يجعل هذه الأرض آمنة. طيب يعني انت كلامك كله في المعارضه هذا كله، انت بما معناه الارض ما هي امنه بحيث انك تقول محتله وما محتله وبلاد الحرمين. انا سؤالي لك، يعني الله الان ما سوى دعوه سيدنا ابراهيم وما خلى هذه الارض امنه وما رزق اهلها، ولا رزق اهلها وجعلها امنه بحيث انه هو جعل ان آل سعود هم اللي يحكمونها الى اللحظه هذه اللي اكلمك فيها؟ لانهم لو ما كانوا سيئين على كلامك او انه فيهم هذا كله، الله ليش خلاهم على هذه الارض؟ وكيف كيف الارض امنه؟ كيف الارض امنه يا صالح؟ تفضل. طب خلصتي خلاص؟ يلا هذه آخر مداخلة لها، وشفتوا يا إخواني هي اللي بدت وأنا اللي أختم. 3 دقائق و55 ثانية. الله يا إخواني نشوة الانتصار يعني رهيبة صراحة. طيب الآن نبدأ الوقت، نعيد الوقت. طيب يا إخواني نبدأ. شوف أنا سجلت كل الأشياء اللي قالتها. أول حاجة قالت أنا دقيت على أمي أو عفوا رديت على أمي وأنا مني عاقة، وهي بدأت تشخصن وتدخل في الأهل وفي الأشياء هذه. فهذه حجة الضعيف يا إخواني، لا تسوي. شوف ليش راضيين يا أخي؟ ننصح الناس، إيش فيها الوالدة؟ طيب ليش تفك الميوت؟ عشان ننصح ليش تفك الميوت؟ ليش تفك الميوت يا حمام؟ أنا وإنت إن شاء الله يا إخواني من أول كلمة تقاطع. يلا فرصة سعيدة يا لولوة، أنت لازم تنزل عشان إحنا نرد. طيب أنت انتهت خلاص مداخلتك، يعني إحنا نزلناك الآن وانتهت مداخلتك، الآن الرد عندي ونعيد الوقت. طيب يا إخواني قالت أنا ماني عاقة وبدأت تدخل الأهل، وإذا أنت عاقة هذا شيء راجع لكم من ذا الكلام. فالحمد لله يعني هذه بدأت تدخل الأهالي، وهذا من الضغط النفسي يا إخواني. طيب قالت أهل الذمة يعيشون معانا. من فين جبت هذا الكلام؟ هذا كلام ما له دليل. أهل الذمة عادي مثلا يكونوا دولة مجاورة لنا وهم ذميين وبيننا وبينهم ذمم، مو شرط يكونوا معانا. من فين جبت هذا الاستنباط أنهم لازم يكونوا معانا وتكذبين عليهم؟ الكذب ما نحبه والله العظيم. ثالث نقطة تقول أنت غيرت كلامك في بيع الخمور أنه كان للسعوديين والأسر للدبلوماسيين، وردينا عليك. يا إخواني والله الوطنجية يكذبون علينا وإحنا معاهم في البث. يعني أنا وهي معاها في البث تكذب علي، تقول إني أنا غيرت كلامي، وأنا رديت قلت شوفوا المقطع حقي في تويتر في التيك توك، أنا قلت إنه هذه الخمور للدبلوماسيين، أنا ما كذبت. وتقول هي غيرت كلامك يا صالح حمام. ليش تكذبي علي يا لولو؟ تبغي انتصار مزيف؟ انت يا لولو بترتي مقاطعي كلها اللي حقت الخمر في المداخله الاولى، وحذفتي كل المقاطع وسجلتي انتصار ومدري ايش ومن ذا الكلام، وهذا كله كلام فاضي. انت قاعد تبتري. انتم يا تفوزوا علينا بالبتر او تفوزوا علينا بالكذب، غير الثنتين ذي والله ما تشدوا فوز، لانه معذبكم رمه دجاجه. محمد بن سلمان فشلكم والله العلي العظيم. طيب فتقول انت غيرت كلامك، احنا ما غيرنا كلامنا، احنا حتى في خصومنا معانا شرف. احنا عدوي انا اخاصمه بشرف، ما خاصم عدوي بندالة ووساخة ودناءة. فضل من الله ومنه الحمد لله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى. وأنتم الله وكيلكم بدون شرف وبدون أمانة، يعني أنتم يعني تاريخكم واضح، يعني ما يحتاج أوسخ من مرقة الكلب. طيب النكتة وين؟ النكتة يا إخوان شوفوا الجلطة. إيش قالت؟
قالت انه يجوز بيع الذمي للذمي، فاحنا اللي جبناهم في مصنع الخمور، عادي نجيب واحد ذمي يبيع للكفار. اغاني قد لدني يعني هم فتحوا مصنع على الخمور بس جابوا فيه كافر، الكافر هذا يبيع للكفار عوافي. فهمت اللعبه يا اخواني؟ هذول مسرحيه والله العظيم. انا اطالب انه يعني اللي يبغى يضحك يتناقش مع وطنجي، بدل ما تروح تخسر نفسك وتدفع تيكت في مسرحيه او تتابع مسلسل كوميدي او شيء. عندك وطنجي طقطق عليه والله العظيم، تقول يا حبيبتي انت جايبه انت سامحه بهذا، فانت مسلم فلا يجوز لك ان تسمح. وبعدين سمحوا بالخمور بس جابوا ذمي يبيع للذميين، فعادي. حسبي الله ونعم الوكيل. على مين تضحكوا والله العظيم يا اخي؟ عيب عليكم. يعني هو محمد سلمان عادي نسمح الخمور، بس اهم شيء انه جاب ذمي في المصنع يبيع لنا. يا اخوان والله انا ما اقدر، والله نقاش مع ناس زي كذا ما اقدر اتناقش. فالحمد لله يا اخواني شفتوا المناظره اللي صارت بيني وبينها، وشفتوا انها هربت في سؤال الرقاصه. انا هذا اكثر شيء يعجبني، هربت هروب شنيع. لو انا فتحت بث وجبت ملحدين يشتمون الله، ويشتمون الانبياء ويؤمرون بالسجود لغير الله، واعطيتهم فلوس، هل انا مسلم ولا كافر؟ انتوا اكتبوا لي الجواب في الكومنت، هل انا مسلم ولا كافر؟ يلا نبي نشوف الجواب. مو مسلم، حلو. لا، الوطنجية يكتبون مسلم. كافر يهودي. الوطنجية يكتبون مسلم. طيب الرابع ابتدائي جاوب على السؤال ده. شوف مو مسلم يعني هم حتى انهم بيطلعوني مسلم عشان محمد سلمان لا يطلع كافر. استغفر الله ده. طيب يا اخواني، لو انا جبت ملحدين يشتمون الله واعطيتهم فلوس انا خرجت من دائرة الاسلام باجماع العالمين، يمكن مو بس المسلمين. فمحمد هي هربت من السؤال وما قدرت تجاوب، لانها لو قالت انا كافر فاذا محمد بن سلمان كافر. ليش؟ لأن محمد بن سلمان فتح مسرح وجاب ملحدة تشتم الله والأنبياء وتأمر بالسجود للأنثى وأعطاها $2 مليون، فختمنا عليها أنه محمد بن سلمان كافر. فهي هربت وقالت هذا السؤال احنا قد فتحناه من أول. طبعا حتى لو جاوبناه من أول، جاوبي الآن، أنت هربتي من أول والآن هربتي مرة ثانية. فوالله يا أخواني هؤلاء أهون من بيت العنكبوت. أضعف مخلوقات في الدنيا هو الوطنجية، والحمد لله كسحناها بفضل الله ومنته، وجزاكم الله خير. والمقطع هذا راح نعلقك زي التيس في الترند في اليوتيوب بإذن الله، زي ما علقنا اللي قبلك إن شاء الله يا لولو. السلام عليكم. وعاد البث مع الشباب. أنا والله ترى أنا دخيل، يعني أنا شفت لولو هذه استفزتني ولا أنا كنت أبغى أنام، فجيت بس أعطيناها حق الله ومشينا. بعد بالله سكرة وريد النام. أنت خربت علينا اللايف أنت ولولو، احنا بينك بين لولو. والله يا اخواني انا انصح لولو، او شيل هذا وانا انصح لولو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعاد معكم الشباب.